هنبدأ معاكم النهاردة موضوع مهم جدا، وموضوع بيمس كل بيت وكل أم وكل أب، وهو التربية الإيجابية. طبعا احنا في الفترة الأخيرة شفنا ان التربية الإيجابية أصبحت حديث الناس، خاصة مع ازدياد اهتمام الشباب بيها. لكن في آراء بتقول ان الموضوع ده مجرد اتجاه مؤقت، وانه مش كافي أبدا في تربية الأطفال، خصوصا المراهقين. فهل فعلا التربية الإيجابية هي الحل؟ ده اللي هنناقشه معاكم النهارده في حلقتنا. وكمان شويه هتكون معانا الدكتوره النفسيه والكاتبه ساره النجار، علشان تكلمنا باستفاضه اكتر عن الموضوع ده، وتقول لنا ازاي نربي اولادنا تربيه ايجابيه صحيحه وتخلي علاقتنا احسن معاهم. طبعا احنا في الفتره الاخيره التربيه الايجابيه اصبحت شائعه جدا بين الامهات والاباء، ولكن هل التحول ده مجرد اتجاه مؤقت أم هو توجه حقيقي؟ لو ركزنا على الواقع هنلاقي إن الكثير من الأسر بدأت تبني علاقة أفضل مع أبنائهم باستخدام أساليب التربية اللي بتعتمد على التشجيع وعلى الصبر. لكن برضو في ناس بتعتقد إنه التربية الإيجابية ممكن تكون مش كفاية، خاصة في سن المراهقة. فإحنا دلوقتي عايزين نعرف هل التربية الإيجابية دي فعلا قادرة على حل التحدي ده ولا لأ؟ فعندنا سؤال: هل هي التربية الإيجابية بتنجح في سن المراهقة؟ أنا أعتقد إن هو مش سهل على الأمهات والآباء الحفاظ على العلاقة الصحية ودايما مفتوحة مع أولادهم في مرحلة المراهقة. وفي تحديات كتير جدا بتواجه المراهقين، زي التأثيرات الاجتماعية والضغوط النفسية والتمرد. فإحنا في الفقرة دي هنحاول نفهم إزاي ممكن للتربية الإيجابية تساعد في تعزيز العلاقة مع المراهقين. وفي دراسات كمان بتقول إنه التربية الإيجابية بتساعد في تحسين العلاقة ما بين الأهل وما بين الأبناء، وكمان بتساهم في الصحة النفسية للأطفال والمراهقين. يعني في دراسة في الصين أظهرت إنه الأطفال اللي تربوا في بيئة إيجابية، خصوصا لو كان الأب متفاعل مع الأبناء، عندهم مستوى أعلى بكتير جدا من الرضا في حياتهم، لأن التربية دي بتقوي الروابط الأسرية، بتحسن الصحة النفسية للطفل. وكمان في دراسات تانية بتأكد أن التربية الإيجابية بتساعد في تقليل السلوكيات السلبية للولاد، وبتحسن أدائهم في المدارس ومرونتهم العاطفية. والأطفال اللي بيتربوا بشكل إيجابي بيكون عندهم تكيف أفضل في المدرسة ومع صحابهم، وبيبقى عندهم سلوكيات التفاؤل أكتر بكتير. فده بيخلي الموضوع أنجح في المستقبل، وبيقلل من احتمالية وقوعهم في سلوكيات متهورة. فإحنا دلوقتي هنطلع فاصل، وهنرجع مع ضيفتنا الدكتورة سارة النجار علشان تكلمنا بشكل علمي وشكل أوضح ومتخصص أكتر عن التربية الإيجابية. فاصل ونرجع تاني. ورجعنا تاني، وزي ما قلنا لكم ان احنا في الفقرة دي هنتكلم عن التربية الحديثة بشكل مفصل، والتربية الإيجابية، وإزاي بنحسن علاقتنا بأولادنا خصوصا في سن المراهقة. عشان كده هتكون منورانا الدكتورة سارة النجار. أهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك، عامله ايه؟ زي الفل. ايه الاخبار؟ انتي اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي، تمام. احنا في البدايه بنتكلم عن التربيه الايجابيه. عايزه كده افهم من حضرتك التربيه الايجابيه ايه مفهومها؟ بصي، المصطلح ده يعني استهلك كتير قوي بصراحه، وناس كتير قوي فاكره التربيه الايجابيه اللي هو انا هسيب العيل براحته، مش هقول له حاجه ومش هعمل له حاجه. بس التربيه الايجابيه في الاساس معناها انه انا بعزز الصحه النفسيه للطفل. تمام. عن طريق حاجتين: ان انا بعمل رابطه قويه مع ابني، يعني علاقتنا احنا الاهل تبقى بالطفل علاقه قويه، وانه انا اغطي للطفل ده احتياجاته العاطفيه. يعني غير بقى المأكل والمسكن والمشرب اللي احنا كلنا بنقدمه لاولادنا، فاهماكي. بس الاحتياجات العاطفيه او الاحتياجات النفسيه هي كمان لازم تبقى متغطيه. ده ببساطه مصطلح التربيه الايجابيه. يعني التربيه الايجابيه اللي احنا بنسمع عنها الفتره اللي فاتت دي ده مفهوم خاطئ. التربيه الايجابيه ما فيهاش خالص انه انا اسيب الطفل براحته، وانه ما يبقاش فيه تحمل عواقب، وانه بيقولوا ان التربيه الايجابيه مبنيه على الحوار وعلى التفاهم. ده حقيقي. اهم حاجه يبقى في وسيله تواصل كويسه او التواصل الفعال مع الطفل. يعني الاهل يبقوا بيتواصلوا بشكل فعال مع الطفل، يبقوا بيسمعوه، يبقوا بيفهموه ايه هي حدوده
وايه هي كمان حدود الاخرين. يعني يعلموه ان هو ما يسمحش لحد خالص انه ينتهك حدوده، بس كمان انت ما تنتهكش حدود الاخرين. لانه برضو ناس كتيره فاكره ايه التربيه الايجابيه، ان هو يقول لا، وان هو يبقى بيحترم حدوده هو بس، وان هو يبقى كنا بنتكلم ان احنا هنطلع طفل مشروع بلطجي، يعني ده فهماكي. ماشي كده في الدنيا بس بيحافظ على نفسه ويحط نفسه اولويه ويعرف يبقى مستقل. المفهوم اللي هو متعارف عليه عن التربيه الايجابيه، اللي هو احنا معانا اولادنا احنا بنتكلم وبنتحاور معاهم وبنتفاهم وبس، يعني هو ده المفهوم. بالزبط. طبعا المفهوم ده مش كفايه على انه انضباط الطفل او انضباط بشكل سليم، ده مش كفايه خالص. يعني التربيه الايجابيه هدفها انه هي زي ما هي بتطلع طفل عنده ثقه بنفسه وعارف يحمي حدوده وعارف يقول لا، لكن هو كمان طفل لازم يكون مسؤول، عنده سيلف ديسيبلين، يعني هو بينظم نفسه بنفسه، شخص عنده استقلاليه وعنده احساس بالغير كمان، يعني هو مش بس حاسس بنفسه وباولوياته، بس هو كمان عارف يفهم الاخرين. فهماكي. طب التربيه الايجابيه انت شايفاها ترند؟ هي بقت ترند، يعني هم خلوها ترند. يعني المتعارف عليه ان هو احنا بتربي ابنك تربيه قديمه ولا تربيه حديثه ولا التربيه بقى اللي هي الايجابيه دي المتعارف عليها انها ترند. لو دخلنا جوه البيوت مش هنلاقيهم ماشيين بالتربيه الايجابيه بالمفهوم الصحيح. ده حقيقي. في نوع من انواع الصراع دلوقتي موجود بين نربيهم زي ما احنا تربينا، دي حقيقه، اللي هو انا اسفه يعني بالشبشب او او بان انا ازعق واصرخ ولازم تسمع كلامي عشان انا ماما، او انه لا بقى هنربي التربيه الايجابيه اللي هي بتاعت ما فيهاش لا اصلا، وكانه التربيه الايجابيه دي انا مش مفروض اقول لابني لا، ومفروض اسيبه يعمل اللي هو عاوزه ويبقى براحته. لكن الحقيقه التربيه الايجابيه مش كده خالص خالص. هو طبعا فكره ان انا اربيه زي ما اتربيت هو ده مش هينفع خالص في العصر الحديث، لان طبعا تغيير كل حاجه والتطورات اللي بتحصل طبعا اكيد الواحد لازم يواكب. بالظبط. بقى في يعني في ثوره في كل حاجه دلوقتي، بقى وسائل التواصل الاجتماعي، طفره بتحصل في كل حاجه. ده حقيقي. فما ينفعش خالص اربيه زي ما اتربيت، يعني هم موجودين في عصر تاني واحنا بنعدهم لعصر مختلف اصلا كمان حتى عن اللي احنا عايشينه دلوقتي. صح، دي حقيقه. فما ينفعش انا بالمنتاليتي او بالعقليه بتاعه الماضي اللي انا اتربيت بيها اربي اطفال حاليين اعدهم عشان هيبقوا هم الشباب والاباء والامهات بتوع المستقبل. يعني مفيش اي منطق يقول كده. وفي نفس الوقت برضو ان انا اربيه اللي هو حبيبي تمام اعمل اللي انت عايزه، مفيش روتين، مفيش ديسيبلين، مفيش مسؤوليه. طيب ده يخلينا نسال سؤال، هل الشده والحزم في التربيه مع الاطفال في الايام دي في الجيل اللي احنا بنشوفه ده، هل ده بينعكس عليهم بشكل سلبي ولا لا؟ بصي يا بريه، هي الشده حاجه والحزم بالنسبه لي حاجه تانية. يعني لو احنا نقصد الشده اللي هي القسوه والاهانات والزعيق والصريخ وانه انا كده وهو لازم كلامي هيمشي وانا الام، أيوة. والتسلط، لا هذه الشده ما بتنفعش خالص مع الجيل ده. دي حاجه هتاثر عليهم وعلى نفسيتهم قدام، ومش هتنفع اصلا. صدقيني هيعملوا كل حاجه من وراكي، يعني اذا العكس بالظبط. انما الحزم، هو الحزم يعني من اساسيات التربيه الايجابيه اصلا. يعني واحد من اهم عناصر ان انا اربي طفل سوي عنده يعني صحيح نفسيا او يميل للسواء النفسي، هو انه يكون في حزم، انه يكون في قاعده اتفقنا عليها مش هينفع تكسرها. في فرق ما بين الحزم وفي فرق ما بين ان انا اصاحب ولادي وابقى قريبه منهم ويبقوا صحابي، ما يبقوش يعني مش هحط نفسي في حته ان انا الام اللي بقول او لا وده غلط وده صح، ان انا اصاحبهم بالذات كمان ان احنا دلوقتي بيبقى في امهات بيبقى سنهم صغير ومعاهم اطفال. هل ان هم يصاحبوهم ده افضل ولا ان هم يعرفوا حدود ان دي ام ولازم في كنترول وفي ليميت، انه انا لما مامي تقول كده انا هعمل اللي هي بتقولي عليه علشان لازم، ولا الصحوبيه؟ بصي هو انا عن نفسي مش مقتنعه خالص بانه في حاجه اسمها صحوبيه بين الام واولادها. احنا بنصاحب ان شاء الله اولادنا لما يعدوا 18 سنه، لما يبقوا هم نفسهم ادلتس بالغين عاقلين. انما انا واولادي صحاب، فده معناه ان احنا الاثنين بقينا قد بعض، بقينا زي بعض، بقينا عندنا نفس الصلاحيات، وده مش حقيقي. صح. الاب والام دايما عندهم صلاحيات، وهم اللي بيمدوا الطفل ده باحتياجاته اصلا. فما ينفعش خالص نبقى صحاب. يعني ما ينفعش ابني يرد عليا كانه واحد صاحبه، لا انا مش واحد صاحبه، ولا بنتي تكلمني كاني صاحبتها. ما هو في امهات بتقول ايه، انه احنا لو صاحبناهم وخلينا الموضوع بالنسبه لنا اللي هو انا علاقتي بولادي ان هو احنا صحاب، انه الولاد لا بيعرفوا حدودهم وبيقولوا انه لا احنا مش عايزين نزعلها، احنا مش عايزينها تشوفها متضايقه، احنا هنسمع كلامها. هل ده بيجيب حاجه مع الاطفال؟
يعني في اطفال بيتماشوا مع مع المبدأ ده ولا لا؟ بصي، هي فكرة انه يبقى في دايما قناة للتواصل المفتوح، ان انا ابني يكون ما بيخافش يجي يحكي لي على اي حاجة، لو هو ده المقصود بالصحوبية. ولو اني انا بصراحة انا ضد مصطلح ان المصطلح انا ده اصاحب ولادي، ان المصطلح نفسه مش صح. احنا ما بنصاحبش ولادنا، ولادنا مش اصدقائنا، ولادنا احنا الاهل وهم الاطفال. الحاجات مش رايحة جاية بينا، في حاجات رايحة جاية وفي حاجات مش رايحة جاية يعني. طب ازاي نخلي الولاد يوصلوا لمرحله ان هم ييجوا يحكوا لنا من نفسهم على كل حاجه؟ بصي، اول حاجة لازم ابعد عنها تماما هي النقد والتوبيخ والصراخ والزعيق، وان انا اقعد اعنفه. لانه انا لما بعمل حاجه، هو يعني لما استخدم الطريقه دي في التواصل معاه، هو يا اما هيمتنع خالص عن ان هو يشاركني اي حاجه، وحتى لو الحاجه دي ممكن تكون حد اذاه بره، هو مش عايز يجي يقول لي عشان انا ممكن اتهمه هو تنتقديه. بالظبط. واحنا بقينا عارفين برضو دلوقتي انه يعني مع الانفتاح ده، يعني حتى زمان احنا كنا بنقول انه في تحرش، بس التحرش على ارض الواقع، دلوقتي بقى في تحرش الكتروني. صح. فانا لو انا مش معلمه بنتي انه هي ما تقلقش من اي حاجه حصلت معاها او هي عملتها، يعني يا اما خطا هي ارتكبته يا اما خطا حد ارتكبه في حقها. صح. لو انا قافله القناه دي ودايما هي بتشوف مني تقريع وتوبيخ، هي مش هتيجي تقول لي اي حاجه، سواء هي فعل او مفعول به. لكن فدي اول حاجه، ان انا ابعد عن الانتقادات وعن اي مواقف سلبيه ممكن يعني اتخذها تجاههم. دي اكتر حاجه تخلي يبقى في تواصل فعال بيني وبينهم. الحاجه الثانيه ان هم كمان هم نفسهم لازم يشوفوني انا قدوه. يعني انا ما ينفعش اجي مثلا اقول لها ايه، انا عاوزاكي لو حصل معاكي اي حاجه تيجي تشاركيها مع ماما، وانا في نفس الوقت في حاجات انا ما بعملهاش معاها. يعني الحاجات دي مثلا ليتس سي مثلا انا متفقه معاها على حاجه، انا متفقه معاها مثلا على ان احنا هنخرج في اليوم الفلاني الوقت الفلاني، وجيت خلفت وعدي معاها. هي لما بتشوف ماما ان ماما نفسها مش قدوه اصلا، ماما بتخلف ما بتعملش اللي بتقول عليه بالظبط. فانا هحس انه ايه، انا مش واثقه في الست دي، انا مش واثقه في انه هي اصلا لو رحت حكيت لها حتى هتعمل حاجه. ما ينفعش برضو اكون انا يعني ام منكسره مغلوبه على امرها وطول الوقت بشتكي وعايزاها قويه وعايزاها ثابته وعايزاها صاحبه راي. فطبيعي يعني دايما الاولاد. طب انت شايفه ان الولاد بيتاثروا دايما بسلوكيات الام ولا الاب؟ هما بيتاثروا بالاثنين، حتى الاب الغائب اللي مش موجود، الابن والابن بيتاثروا بسلوكه بغيابه. ما هو الغياب ده سلوك. وما اقصدش بغياب انه اب مسافر بره، انا بتكلم عن اب موجود ولكنه هاجر اطفاله نفسيا. يعني هو ممكن يبقى قاعد معاهم على فكره في البيت، بس ما فيش لغه تواصل بس على تليفونه طول الوقت او في تليفونات شغله طول الوقت. فالاب ده موجود ولكنه منسحب من عمليه التربيه، فاحنا بنتاثر بانسحابه كمان. يعني ما هو ده سلوك اسمه سلوك انسحابي، هتاثر بيه برضه. فهم بيتاثروا بالاثنين. عشان برضه ايه، انا عايزه دايما نقول انه هي مش الام اللي بتربي. احنا دايما حتى في برامج التربيه لما بنطلع نتكلم الام بس برضه، ومهم قوي انكلود الاب. لازم يعني ما ننكرش دور الاب في الموضوع، دي حقيقه بالظبط. يعني هما الاثنين طب ايه رايك في الدلع الاب والام لما يقولوا لا احنا بنجيب لاولادنا كل حاجه، وشايفين انه لما بيجيبوا لاولادهم كل حاجه ويلبوا لهم رغباتهم انه ده تربيه صح، تربيه سليمه؟ بصي، في فرق بين الاحتياج والعوزان. يعني انا عاوز غير انا محتاج. فكره ان انا اجيب لاولادي كل حاجه، طب انا هنا بطلع طفل عامل ازاي؟ صح. الحياه بره صعبه جدا. احنا الكبار عارفين انه الحياه ما بتديش كل حاجه، والحياه صعبه، وانه عشان توصل لنجاح او توصل لاستقرار وتوصل للي انت عايزه انت هتتعب جدا. فلو كل حاجه بتجيله من غير ما يحط فيها مجهود وبتجيله بسهوله، هو هيفتكر انه هي دي الحياه اصلا. يعني هيطلع متخيل انه كمان هيطلع متخيل ان هو مستحق لهذه الاشياء من غير ما يبذل فيها مجهود. طب امتى الطفل بيبقى عنده القرار؟ حسب المرحله العمريه اللي هو فيها. انا بخليه يقرر في الحاجات اللي انا اقدر اتحمل ان هو يختار. كل مرحله وليها حاجه بيبدا هو ياخد فيها قرار. يعني خليني اضرب لك امثله. لما يبقى طفل عنده 3 أو 4 سنين، انا هقدر اخيره يلبس التيشيرت ده ولا التيشيرت ده، لانه انا كأم مش هتفرق معايا ده من ده. لما يبقى عنده 7 8 سنين لازم هخيره يلعب انهي رياضه مثلا. طب لما يبقى عنده 16 ولا 18 سنه لازم هخيره يدخل انهي جامعه. الابهات والامهات اللي بيأثروا في الحته دي، هل الحته دي بتأثر على يعني شخصيه الطفل؟
يعني مثلا انا دلوقتي بنتي او ابني او وات ايفر، دلوقتي بقول لهم انتوا هتلبسوا كذا، لو انا اديت لهم الاوردر ان هم يلبسوا ده، لما يكبروا ده مش هيخلي عندهم شخصيه، صح؟ ده هيعمل فيهم مشاكل كتير قوي. الحريه هي احتياج عاطفي اساسي ملح، لو ما تلباش، لو الطفل ده ما حسش ان هو حر في اختياراته، اولا يا اما هيطلع شخص عنيد جدا. انت دايما لما بتجبري الاشخاص على صح، دي حاجات حقيقه بيطلعوا فعلا عنيد جدا، وهو اللي في راسه هيعمله وخلاص، ومع انه ممكن يبقى شايفه غلط على فكره. يعني عارفه في ناس كتيره قوي تيجي العياده تقول ايه، بص انا كنت عارفه ان اللي انا بعمله ده غلط، كنت عارفه ان الراجل ده مش صح عشاني، وكنت عارفه انه اختياري وحش، بس عشان ماما قالت لي. العند دي حاجه. الحاجه التانية برضو ممكن يطلع شخص مقموع، شخص تابع، شخص ما عندوش اراده، شخص اتعود انه في حد بيختار له، حد بيوجهه، وحد حد يقول له يعمل ايه وما يعملش ايه، فهو لوحده مش هيكون راي. بس النقطه دي مهمه جدا جدا، يعني النقطه دي مهمه جدا من بدايه الطفل، ما هو بيكون عنده 2 و3، ان الام ما تكونش فاكره ان هو لسه طفل. دايما الام بتبقى شايفه انه الطفل في نظرها طفل، لحد ما بيكبر ويبقى في سن المراهقه اللي هو اصعب سن بتكون شايفاه طفل. لازم الام يبقى عندها الوعي الكافي انه من البدايه خالص، من ساعه ما الطفل يتولد، ان هو يكون لا ليه اختياراته، وكل وقت وليه مرحله، وكل وقت وليها قرار، صح؟ ده حقيقي. انا عايزه اقول لك انه الجنين في بطن امه بيختار يتحرك الحركه اللي تناسبه، هي الام بتبقى متحكمه في حركه، ما بتبقاش متحكمه. فاحنا دايما عندنا حريه. طب لو هنتكلم على مرحله المراهقه اللي هي تقريبا اصعب مرحله العند ومرحله التمرد وكده، الاهالي المفروض يتعاملوا مع المرحله دي ازاي في السن ده؟ بصي، اول حاجه عايزه احدد اصلا مرحله المراهقه دي بتبتدي من انهي سن، عشان في اهالي كتير قوي فاكرين انه هي 14 و16. منظمه الصحه العالميه دلوقتي قالت انه سن المراهقه بيبدا من 10 سنين. فاحنا اولادنا هو بكل مدى بيبدا بدري. ده حقيقي، كل مدى بيبدا بدري، ده حقيقي. زمان ما كانش هو ده العمر اللي بيبتدي فيه مرحله المراهقه. فلما يبقى عندي الطفل عنده 9 سنين انا شايفاه طفل، ولكنه على شفا انه يدخل مرحله المراهقه. 10 سنين بتبتدي مرحله المراهقه. نتعامل بقى معاهم ازاي؟ اهم حاجه بيبقى محتاجها المراهق هم 3 حاجات بصراحه. الحاجه الاولانيه الاستقلاليه، الحاجة التانية الخصوصية، هو دايما عايز يبقى لوحده في اوضته، ما تمسكيش تليفونه. دي حقيقة، تديله القدر الكافي من المساحة والحرية. بالظبط، ما تقعديش تسأليه انت بتكلم مين ومش عارف ايه، هو عايز يبقى حاسس انه عنده خصوصية. الحاجة الثالثة يعني قلنا الاستقلالية والحرية والخصوصية، دول أكتر 3 حاجات هو بيحس إن هو محتاجهم. الاستقلالية إن أنا أحس إن أنا عارف أبقى مستقل بحاجتي، إن أنا ليا رأي مستقل عنكم، إن أنا مش تابع ليكم اني مور، خلاص انتوا أنا كبرت، أنا بقيت كبير، أنا بقيت بقى راجل، أو أنا بقيت أنسة شاب. وإن أنا يبقى عندي حرية أختار حسب برضو مرحلتي العمرية، أختار صحابي، اختار انا هخرج فين النهارده معاهم، اختار هاجي معاكي اصلا عند نناه وجد ولا مش هاجي. طب ما ده برضه بيفتح علينا سؤالين. السؤال الاولاني، هل انا ازاي ما اخافش على ابني او بنتي وانا مدياله المساحه دي من الحريه، ان انا مش عارفه هو بيعمل ايه، بيكلم مين، بيصاحب مين؟ ده اول سؤال. تاني سؤال، ما هو ممكن يعني الشاب او البنت في سن المراهقه يتاثروا نفسيا باني انا مديالهم المساحه الكافيه، فيحسوا، ما هو السن ده بيبقى فيه لخبطه جدا في التفكير، اللي هو انت سايبانا، انت ما بتساليش علينا، انا في الاوضه بقالي كام ساعه ما قلتليش اطلع. يعني ازاي الواحد يعرف يميز ما بين ان انا مدياله القدر الكافي، وفي نفس الوقت ان هو مقتنع بان القدر ده انا مديهولك علشان ده احتياجك، وما يزعلش؟ بصي، هو التوازن بصراحه صعب قوي كمان في الزمن ده، انه انا كأب او ام اعمل لهم التوازن ده، انه انا بقى مدياك حريتك بس في نفس الوقت انا موجوده في حياتك، وانه انا ليا يعني اوثوريتي عندك عشان انا مامتك وبابا. دي حاجه صعبه قوي، دي حاجه صعبه قوي قوي. بس برضو اهم حاجه هو المراهق ده ما صحيش، يعني احنا ما تفاجئناش ان هو بقى عندنا في بيتنا مراهق. احنا من زمان عندنا طفل صغير بنربيه بنؤهله، وكلنا عارفين ان هو هيجي عليهم وهيبقى مراهق، فانا ببني معاه علاقه بوند بنأسس من زمان قوي، من وهو صغير. عشان برضو في ناس بتيجي يبقى الولد عنده 18 ولا 20 سنه ويقول لك ده هو بيتجاوز في حقي، ده هو بيتفاجئوا من التغيرات اللي بتحصل بشكل مفاجئ، ولا كانهم عارفين ان هو داخل على المرحله دي بالظبط. فطبعا احنا بنبقى هو يعني يقولوا هو ما فيش حل، لا هو اكيد في حل. بس ليه بنصعب على نفسنا الدنيا من انه احنا ما نبتديش مع اولادنا من زمان قوي؟ يعني لو ابنك انت طول الوقت قامعاه ومتسلطه وعايزه منه حاجات معينه وبتطلبي منه
انه يبقى مثالي، وانه تقارنيه بولاد اختك، وانه عايزاه يجيب الدرجات النهائيه لسه كنت عايزه اسالك بقى اللي هو سؤال المقارنات من واحنا صغيرين. بنت خالتك جابت درجه اعلى منك، ابن عمك دخل كليه طب. المقارنات، ومن حتى كمان الاطفال وهم صغيرين، المقارنات بتاثر على الطفل ولا بيجي في مرحله بينساها؟ عمره ما بينساها. عمره ما بينساها. هيبقى كهل عنده 70 سنه ومش هينسى انه مامته كانت بتقارنه بابن خالته، ولا بمامتها كانت بتقارنها ببنت الجيران. ومش بتكلم بس على فكره في النجاحات، انا بتكلم كمان حتى في الشكل. يعني في دايما تبقى بنتها مثلا سمراء وشعرها اسود، انت تخنتي، بصي بنت خالتك، انت بنت خالتك اتجوزت قبلك ولازم تحافظي على، يعني طول الوقت بنسمع الانتقادات دي من اهالي كتير جدا بدون اي مراعاه لنفسيه الطفل. بصي هو ده بيأثر على الطفل في حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هو بيبقى حاسس طول الوقت ان هو مش كفايه، ان هو هيز inadequate، انه انا عمري ما هملى عين ماما وبابا. اصل احنا اولادنا بيحتاجوا ان هم يحسوا انه ان هم مالين عينينا. يعني انه ماما شايفاني اجمل بنت في الدنيا، حتى لو انا مش اجمل بنت في الدنيا ولا حاجه، بس هي شايفاني حلوه. مامتي شايفاني ما تقارنش بحد. مامتي شايفاني بعمل اللي عليا، يعني انا في الاخر ما جبتش الدرجه النهائيه، بس هي شايفه ان انا بحط مجهود. ده احتياج مهم جدا. تقدير الام والاب لدور الابن او البنت في كل حاجه بيعملوها، ملاحظات، يتكلموا معاهم، ولكن لازم يعززوا طول الوقت الطاقه اللي هي دي، اللي هي تديهم دايما طاقه ايجابيه. فهيطلع بقى الكبير ده اللي هو كان زمان بيتقارن، هيطلع هو نفسه متبني صوتهم ده وعمال بيقارن طول الوقت بينه وبين الاخرين. بيقارن بين اللي جاب عربيه احسن منه، واللي بيشتغل شغلانه راتبه اعلى. عمره طول ما الوقت هياخد الموضوع هيبقى حاسس طول الوقت ان هو قليل، ان هو مش كفايه، ان هو مش ابتو، يعني مش على قدر الاخرين. بالظبط. دكتور ساره منورانا، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. دكتور ساره، لو دلوقتي قعدنا نتكلم عن سن المراهقه، وبرضو كل الاطفال في سن المراهقه بيطلبوا دايما من الابهات والامهات، احنا عايزين حريتنا، احنا عايزين جزء كبير من الحريه. طيب الاهالي ازاي يعرفوا يعملوا انضباط ان هم يدوم جزء من الحريه وفي نفس الوقت في كنترول على الاولاد؟ بصي، اول حاجه المراهق بقى حد كبير، يعني مش هينفع انا املي عليه القواعد بتاعتي. احنا بنقعد سوا وبنتفق على القواعد. يعني مثلا دايما الولاد عايزين يرجعوا متاخرين، يعني دايما الولاد في سن المراهقه بيخرجوا مع اصحابهم وعايزين يرجعوا براحتهم. وقت ما ارجع، وقت ما الخروجه تبقى تخلص. احنا محتاجين في الحته دي مثلا نقعد، بس مش نقعد وقت ما هو خارج، يعني مش هو يبقى خارج ولابس ونزل وانا اقول له هترجع الساعه كام ويلا نحط القاعده. لا، احنا مش هنعمل كده. احنا نيجي في وقت احنا رايقين فيه كلنا، مفيش خروج اهي ولا حاجه، وهنقعد نتكلم معاه. احنا كنا عايزين نتفق على حاجه، صحيح انت الاسبوع اللي فات رجعت الساعه كذا، بلاش اختار التوقيت اللي هو بينزل فيه قبل ما ينزل على طول، عشان ده هيتسبب له عند بقى. لو طب انا بالظبط لما اجي احط قاعده، ما احطش القاعده في التوقيت اللي الشخص هينفذ فيه الحاجه، لانه دايما هيبتدي بقى ايه، يفاوض وهيبقى بيقاوح وبيعند. حاجه في وقت روقان كده اقول له تفتكر هو صحيح الوقت المناسب اللي انت المفروض فيه البيت يكون حوالي الساعه كام؟ هيقول لي طبعا 2 بالليل. ما طبعا لا احنا عايزين اشمعنى اصحابي؟ ده انا كنت هقول لك 10. طب اقول لك ما تيجي نقسم البلد نصين كده تعالى نروح في النص كده انا وانت. انا ماشيه 11. نلاقي نمشيها 11. لا 11 ده بدري قوي. طب بص اقول لك على حاجه، عارف لو كل مره رجعت 11 الخروجه مثلا انا الاب والام انا اللي بحدد المصروف اللي هو هياخده في الخروج. أكيد. يعني هو مش هيقول لي كذا فانا هقول له تمام. صح. هقول له حبيبي انا مقدرتي انه الخروجه بتاعتك مثلا تبقى الرقم الفلاني. صح. لو رجعت الساعه 11 الخروجه اللي بعدها هتاخد الرقم هو. كل تاخير نص ساعه هنخصم تشجيع، بتديله حوافز بطريقه مختلفه. بالظبط كده. بعز، والمرات اللي هيرجع فيها بدري هروح اشكره، انا مبسوطه ان انت حافظت على القاعده. مش هقولها له طبعا بالطريقه دي، انا مبسوطه يا عم احنا رجعنا في ميعادنا، ايه الشطاره دي. الدعم النفسي مهم جدا على كدور الانضباط في سن المراهقه. اعزز سلوكه الايجابي. يعني هو لو عمل حاجه احنا متفقين عليها ما عديهاش كده، ده انا انتهزها فرصه ان انا اثني وامدح السلوك ده اللي هو لا برافو عليك، ده انت مش عارف ايه، ده انت عملتها ازاي دي. يعني انا عندي ابني قعدنا كتير قوي في الديبيت ده بتاع ارجع الساعه كام. دلوقتي بقى قبل الميعاد ب3 دقائق 5 دقائق تلاقيه بيخبط لي، بصي انا لحقت قبل الساعه ما تدق. خلاص بيفهم بقى دوره، بيفهم الالتزام اللي عليه، كمان اكيد بيبقى مش عايز يزعل الام وقت ما شاف منها تحفيز. في حاجه بقى كمان
المرات اللي هم يكسروا فيها القاعده. يعني احنا متفقين مثلا اهو، احنا ضربنا المثال بتاع الرجوع للبيت، هو كسر القاعده ورجع متاخر شويه، مش هيبقى العقاب يعني شديد قوي اكتر من الحدث. يعني اصلا هفهمه هو انا ليه ببقى عاوزاك ترجع في الوقت ده. ما اديش الدور، يعني ما يشوفش مني الطريقه اللي ممكن تهدم كل اللي انا عملته في الفتره اللي فاتت. ده حقيقي، لانه احنا خلاص كبرنا وبقينا صحاب، احنا بقينا مراهقين، فاحنا العلاقه بيننا دلوقتي ما بقتش فيها زي زمان قبل أيوة. كده. يعني السلطه بتاعتي قلت شويه عشان هو بقى اكبر. دي حاجه، انه هعزز سلوكه الايجابي، دي حاجه كمان هعمل معاه. يعني هنحط ديل كده، هنقعد سوا في كل الحاجات، نحط اتفاقات. مش هيبقى الامر فيه عشان انا قلت، وفي نفس الوقت لازم افهمه انا ليه بعمل كده. يعني انا اصلا ليه عاوزاك يا حبيبي ترجع في التوقيت الفلاني، مش بس اوردر. يعني الاوردر لوحده مش كفايه، لازم ان انت ايه تقولي الفلسفه بتاعتي اللي ورا ده، تقولي السبب على طول. بصي حبيبي، انا كأم بقى، يعني قلبي بصراحه مع اولادي رهيف قوي، فمش هعرف ادخل انام وانا ابني بره البيت. يرضيك بقى انت مامي تفضل قاعده كده سهرانه ومتعذبه عشان مش عارف ايه. فاللي هو ايه، يقول لي لا يا ستي وانا كبرت. لا انا عارفه انت كبير وانت مسؤول وانا عارفه، بس انا اللي عندي مشكله، مش هعرف ادخل انام وانت سهران بره، وانا ميعاد نومي الساعه كذا، فمعلش بقى ترجع. راعي بقى ده فبيقدروا، يعني بيجي اوقاته فعلا بيقدروا. طبعا اوري له، بس انا اللي ورا ده مش تسلط ولا رغبه مني في ان انت تسمع كلامي، اللي ورا ده خوف عليك. انه مثلا حبيبي اصل بعد الساعه كذا هيبقى قلق قوي في الشتاء، ميعاد رجوعه في الشتاء غير ميعاد رجوعه في الصيف، غير ميعاد رجوعه في رمضان، وهكذا. فدايما القواعد بتاعتي افهمه ايه اللي وراها، انا ليه بتفق معاك على ده اصلا، مش مجرد ان انا فرض راي وخلاص. طب احنا دلوقتي اتكلمنا وسردنا كل الاحداث عن دور التربيه الايجابيه او دور الاباء والامهات ناحيه الاولاد. لو جينا بقى عكسنا الصوره وجينا نتكلم دلوقتي عن دور الامهات والاباء، لو جيت مثلا دلوقتي سالتك على الامهات، دلوقتي بلاقي امهات كتير جدا تقول انه احنا ليه حاسين طول الوقت ان احنا مش الدور اللي احنا بنقدمه مش كفايه، انا حاسه بالفشل، انا حاسه ان انا مش هعرف اربي ولادي، انا حاسه التربيه اللي انا بعملها دي كلها مش نافعه. بصي انا عايزه اوجه رساله النهارده مهمه جدا، مش عارفه ايوه. يعني الامهات والاباء في الزمن ده بيتعبوا بجد قوي وبيجهدوا قوي عشان يربوا عيالهم بطريقه هم ما تربوش عليها يا بري. احنا ما تربيناش، خلينا نبقى صراحه، على الحوار والحريه والتواصل والفعال. كان في حزم في التربيه، وكان في وكان في لازم، وكان في الدرجات النهائيه، وكان في حاجه اسمها كليات القمه ولازم تدخلها عشان مش عارف ايه. فاحنا بنحاول نربيهم على حاجه احنا اصلا ما نعرفهاش، ما تربناش عليها، ما شفناهاش قبل كده. فاحنا بنواجه صعوبه شديده جدا. ده غير انه العصر ده احنا برضو ما عشناهوش، التكنولوجيا والانترنت وكل الحاجات المفتوحه دي احنا برضو ما عشناهاش. فاحنا فعلا بنعاني علشان نعرف نربيهم على حاجات ما تربيناش عليها للزمن ده بقى. الحاجه اللي انا نفسي اقولها لكل اب وكل ام، خليكم هينين على نفسكم، يعني كونوا رحماء بانفسكم كآباء وأمهات. يعني بلاش جلد الذات اللي احنا عايشين فيه طول الوقت. بصي هو مش جلد الذات بس، طول الوقت الام بالذات عشان دور الام بيبقى اكيد اكبر، وطول الوقت قاعده معاهم في البيت، ممكن هي اللي بتوصل المدرسه، هي اللي بتودي التمارين، هي اللي بتنيم، هي اللي بتاكل، فدورها كبير، واخده مساحه كبيره جدا. دور الاب مهم ومش هننكره اكيد، ولكن الام طول الوقت بتحس بانها انا مش قادره، انا تعبت، ما بيسمعوش الكلام. هل ده طبيعي انه الام تيجي في وقت تشتكي من الحته دي وتقول انا مش عارفه هل انا ناجحه اصلا في تربيتي لاولادي ولا لا؟ طبيعي جدا، اي ام بتقف تتساءل كده وتقول هو انا فاشله ولا انا عارفه اربي ولا انا مالي. دي ام بالعكس، دي عندها من السواء النفسي اللي يخليها تقف وتسال نفسها وتقول هو اللي انا بعمله ده صح ولا غلط، هو انا ليه حاسه ان انا حد فاشل. بس الام علشان تبقى يعني زي ما احنا بنقول رحيمه بنفسها، هي محتاجه اصلا يبقى عندها توقعات منطقيه منها كأم. يعني معلش يا بيري، الام اللي بتشتغل، اللي بتروح الشغل وبتوصل التمارين وبتعمل الهوم ورك، لازم تبقى متوقعه من نفسها بعض التقصير في بعض الجوانب. طب ازاي الام تعمل توازن ما بين نفسها وما بين ولادها، ما بين دورها كأم وما بين نفسيتها هي لنفسها؟ اول حاجه لازم تبقى عارفه انه هي بتعمل اللي عليها، لكنها ما تعرفش نتيجه اللي هي بتعمله ده ايه. يعني أنا أملك التحكم في تصرفاتي وسلوكي كأم، لكني لا أملك التحكم في نتائج اللي أنا بعمله. يعني برضو هقول مثلا، يعني سيدنا نوح ابنه طلع كافر،
سيدنا نوح سيسأل عن إن هو دعا، لكنه مش هيتسأل عن إنه شخص حتى لو الشخص ده ابنه قرر إن هو ينتهج النهج الفلاني. صح. فاحنا بنعمل اللي علينا. النتيجة دي مش بتاعتنا بقى خالص. دي أول حاجة. يمكن أنا لما أفكر كده كأم هحس إن في لود اتشال من على كتافي. يعني أنا بعمل اللي عليا مع ابني، بس هو لو ما جابش درجات حلوة دي مش بتاعتي. يعني أنا بحاول أعلمه النظام، بس هو قرر ان هو يبقى شخص مهمل ومستهتر، دي مش بتاعتي برضه. الحاجه التانية، انا محتاجه اخد بالي من نفسي انا، يعني ما خليش حاجه تطغى على حاجه، يعني ما بقاش ام دايبه في شغل البيت. لسه كنت هقول لك، يعني مثلا انا دلوقتي بشوف ان في امهات كتير جدا بتهمل نفسها، بتهمل صحتها، تقول لك لا انا عندي دكتور لابني مش هقدر اروح الدكتور بتاعي، لا انا مش هعمل الاكل الفلاني اللي انا نفسي فيه عشان ابني وبنتي نفسهم ياكلوا الاكل. بيجوا على نفسهم جدا، بيبدوا الولاد عن نفسهم، بينسوا نفسهم تماما. يروحوا يجيبوا حاجه، لا مش هيبصوا ان هم يجيبوا ايه لنفسهم او ايه اللي ناقصهم، لا انا هجيب لبنتي انا هجيب لابني الحاجات اللي ناقصاهم. فطول الوقت الام بتهمل الدور ده تماما، في الاخر ده هيعود عليها بايه؟ بصي، هو مش بقى فكره هيعود عليها. يعني انا عايزه اقول لكل ام، انت فاحته نفسك مع اولادك وحاطه نفسك مرتبه 10 وهم مرتبه اولى وما بتفكريش غير فيهم هم، انت هتطلعي طفل عنده حاجه من الاثنين. يا اما طفل فاكر نفسه محور الكون وهيطلع يتعامل مع الدنيا بره بنفس الطريقه، هو طفل اصلا مش باصص لاحتياجات الاخرين لانه هو اولا واخيرا. يا اما طفل هيقلدك بالظبط. يعني لو انت ست بصي هامله نفسها على الاخر وهامله صحتها على الاخر، بنتك هتطلع بتقلدك بالظبط. ليه؟ ما انت القدوه. يا اما يعني هيطلع حاجتين، يا اما شخص اناني وبيشوف نفسه وطلباته، يا اما هيطلع شخص بيجي على نفسه مقابل كل الناس وما بيعملش اي حاجه. ما هي اذا ماما هامله في صحتها عشان اذا ماما هامله في مظهرها عشان اذا ماما ما بتعملش اي حاجه لنفسها، لا بتلعب رياضه ولا عندها حياه اجتماعيه ولا عندها صحاب، وقاعده طول الوقت بتذاكر لنا او بتوصلنا، هي فانيه نفسها عشاننا. فانا هطلع الست دي قدوتي، انا اعمل زيها بالظبط، هفني نفسي عشان الاخرين، ايا كانوا الاخرين دول هم مين. طب الاب بقى، دور الاب بقى، يعني الاب طول الوقت مشغول وطول الوقت في الشغل وعنده ضغط جامد جدا بره حدود البيت، فده بيخلق مسافه كبيره جدا ما بينه وما بين ولاده. ازاي دلوقتي دور الاب لازم يكون مهم جدا في المراحل العمريه المختلفه؟ بصي، في اباء كتيره، علشان ما اكونش ظالمه، في اباء كتيره بجد بيعملوا مجهود كبير قوي عشان يكونوا متواجدين في حياة ولادهم. يعني فكرة ان انا اقعد 20 دقيقة كواليتي تايم مع ابني كل يوم هي مش حاجة صعبة. يعني لو انا اب مسحول بس ما عنديش ال 20 دقيقة دول ان انا اقعد فيهم مع ولادي، اكيد موجود. احنا عندنا ادمان سكرولينج داون، ده انت طول النهار حتى الوقت اللي بترجعوا قاعد بتسكرول دي حقيقة. يعني ده حتى الكوميك الشهير بتاع الرجاله اللي بتدخل بايديها في ايديها الموبايل التويلت وايدجز بتعدي العصور بتنقضي وهم لسه جوه، فاكيد عنده 20 دقيقة. 20 دقيقة تقعد مع ابنك تسأله عن يومه، تتكلم معاه، تسمعه، مش تديله نصايح ومحاضرات، تقعد تسمعه، يتكلم معاك، يشاركك يومه كان عامل ازاي، تحكي له حدوته قبل النوم حتى. 20 دقيقة كفاية في اليوم. 20 دقيقة تواصل فعال وكواليتي تايم، وقت ذو جودة. يعني أنا باصص لك في عينك وبكلمك، بس أنا برضو عارف أخبارك. يعني أنا عارف إن أنت عندك امتحان بكرة، فبعد الامتحان هكلمك اطمن عليك. بس دور الأب إن هو يكون متواجد في حياة ولاده بشكل ديلي يومي. 20 دقيقة كفاية؟ لا، هو تغني الأطفال خلاص إن دور الأب موجود. أنا بتكلم عن المينيمم، أنا بتكلم عن الحد الأدنى من التواصل. يعني لو أنت أب يعني مش وراك وقت، ما عندكش وقت خالص تهرج زي ما بيقول، بس تقدر تغطي لأولادك 20 دقيقة في اليوم، فزي الفل جدا. لكن هي مش الفكرة في إن أنا ما عنديش وقت، هي الفكرة إنه معظمهم مش مدرك أهمية التواصل ده. هو متخيل إن هو لو قاعد كده وسط عياله بيلعب على التليفون أو هو كده قاعد ومتواجد، هو كده متواجد. طب دكتور سارة، لو عايزة منك نصيحة في الآخر، نصيحة تقدميها للأهالي اللي ممكن يتبعوها في التربية لأولادهم، تخليهم علاقتهم بهم يعني بالولاد أفضل، إذا كان آباء أو أمهات دورهم مع الولاد. طيب، إيه النصيحة اللي أنت ممكن تقدميها؟ عشان علاقتي بولادي تبقى كويسة، فأنا محتاجة أول حاجة زي ما قلنا إنه أنا أبعد عن الزعيق والصريخ والنقد والتوبيخ والتقريع والعقاب. العقاب ده مشكلة كبيرة جدا. يعني كلمة أنت متعاقب أصلا دي لوحدها، الحياة دي مش من ضمن أصلا مبادئ التربية الإيجابية. التربية الإيجابية يعني أنت هتتحمل نتيجة اللي أنت عملته، لكن أنا مش بعاقبك،
انت وقعت الحاجه، عملت حاجه تحمل نتيجتها، بالظبط. لكن ما اقولش يعني ما اقولش بصوت عالي مش انا اللي بعاقبك، انه في عقاب. السلوك اللي انت عملته تسبب في حدث، روح لم الحدث ده. لكن انا ايه علاقتي بالموضوع؟ انا مش مسؤول عن اي حاجه. انت وقعت عصير، لو انت طفل صغير عنده 3 سنين هو نفس مسمى العقاب، بس هو مش بنقول ان هو عقاب، احنا بنقول ده رد فعل على الفعل اللي انت عملته. هو مش نفس المسمى. هي فكره بعاقبك يعني انا ليه وصلت عليك وقررت اقدرك عشان انت عملت حاجه. انما تحمل العواقب يعني السلوك بتاعك نفسه. اصل بصي، انا لما بعاقب انا اللي لبست عبايه الشرير، صح؟ مش انا بقيت الشريره اهو، دي حقيقه. اوكي. لكن لو انا طلبت من ابني انه سلوكك المتهور تسبب في كذا، فسلوكك هو الشرير مش انا، السلوك الغلط هو اللي الشرير، فانت هتتحمل عاقبه اللي انت عملته. دي اول حاجه، انه ما يكونش في عقاب، يكون في تحمل عواقب. اللي كسر حاجه يصلحها، واللي غلط في حاجه يتحمل نتيجتها، وانه نبعد عن النقد. انا بقى كأب او كأم لازم تكون عندي حياه متوازنه، ما احطش كل مجهودي في الامومه، او انه انا ابقى سايبه الامومه للشغالات، عشان دي برضو حاجه شائعه انه الشغاله هي اللي بتربي. هي ما فيش مشكله انه الحد يستعين بشخص يساعده، لكن ما تبقاش هي عارفه صحاب بنتي اكتر مني، هي عارفه مواعيد بنتي وانا مش عارفه، هي انا عارفه ان بنتي عندها امتحان وانا لا. دي حاجه. انه انا كمان احاول اتخلص من مشاعر الذنب، عشان مشاعر الذنب كأب او كأم، ودايما احنا عندنا حته جوه كده حاسه بالذنب، ما عملتش اللي عليا احسن حاجه، قصرت في كذا. نورتيني يا دكتور سارة، وكانت حلقة كويسة جدا وأتمنى الناس تكون استفادت منها. وشكرا ليكم جميعا في برنامج أصل التفاصيل، كان معاكم بيري الشامي، ميرسي جدا.